السلام عليكم، ازيكم؟ اهلا وسهلا بيكم في قناة منا. النهاردة الفيديو مليان افكار وحيل هتفيدك في مطبخك وحياتك. هنعمل مع بعض شوية افكار بجد هتعجبك جدا وهتفيدك. يلا بقى، لو اول مرة تشوفي قناتي حطيلي اللايك واشتركي في القناة وشيري الفيديو علشان كل حبايبك يستفيدوا، وصلوا على النبي في الكومنتات وقوليلي بتتابعيني من اي بلد علشان اتشرف بيكم. بجد الفيديو مليان حيل وافكار هتفيدك، وهقولك كمان ازاي تحفظي الخضار ويقعد عندك بالشهر في التلاجة من غير ما حتى واحدة بس تبوظ. يلا نبدأ بسم الله بأول فكرة معايا. لما لقيت الطماطم رخيصة رحت جايبة منها كمية وابتديت ان انا افرزها زي ما هتشوفي دلوقتي. جبت الطبق كده وحطيته في الحوض، وبعد كده نزلت كل كمية الطماطم اللي انا جبتها. حتى لو هتجيبي كمية بسيطة تخزنيها عندك في الفريزر تحتاجيها في رمضان، في اي وقت في عزومة جاتلك مفاجأة. بجد الطماطم ما بتستغنيش عنها. انا لما لقيتها رخيصة رحت جايبة كده كمية دي. حتى لو هتخصصي 10 أو 20 جنيه من مصروف بيتك، اشتري بيه اي حاجة تفرزيها في الفريزر. بجد بتنفع في اوقات بتكوني محتاجاها في عزومة، او مثلا زي ما رمضان جاي علينا دلوقتي وانتي ما فرزتيش اي حاجة في الفريزر زي حالتي. هاتي زي ما قلتلك، انا جبت دول ب20 جنيه 3 كيلو. لقيت الطماطم رخيصة في السوق، كيلو ونص ب10. رحت جايبة 3 كيلو بال20 وقلت افرز الكمية دي، ولما الاقيها رخيصة تاني في وقت تاني معايا فلوس برضو افرز منها كمية واحطها في الفريزر، ولما احتاجها اطلعها واعمل منها. عارفة ان الدنيا غلا ومفيش باقي من مصروف، بس لو حاجة بسيطة زي ما قلتلك 20 جنيه هتخصصيها في اي حاجة في البيت، بجد هتنفعك في وقت زنقة انتي بتكوني محتاجاها. بعد ما غسلتها ونضفتها وقطعتها نصين بالشكل ده، بعد كده بحطها في اكياس واحطها في الفريزر. هتقوليلي هضربها في الخلاط والكلام ده، الصراحة ما بحبش اضربها في الخلاط ولا احطها على النار. بحب افرزها كده، بمسك الواحدة اقسمها نصين وبعد كده افرزها في اكياس على قد الكمية اللي انا عاوزاها في الطبخة. وقت ما عاوز بطلع واطبخ على طول واحطها في الخلاط طبعا، وبعد كده بستخدمها في الطبيخ عادي. انا بقالي 5 سنين بعمل الفكرة دي، والصراحة حبيتها عن ما كنت بضربها واسبكها والكلام ده كله. ال3 كيلو دول عملوا معايا 4 اكياس زي ما انت شايفة كده. هحطهم بقى في الفريزر وهعينهم في اي وقت هحتاجهم فيهم هستخدمها على طول. هتفيدك بجد، فكرة حلوة جربيها. حتى زي ما قلتلك لو حتى هتجيبي كيلو ونص بال10، لو مش معاكي 20 10 جنيه اي حاجة فرزي بيها برضو كيسين او كيس هينفعوكي بجد في اي وقت انتي هتحبي تستخدميهم فيهم. نيجي بقى للجوافة، برضو لقيتها ب10 جنيه، جبت منها 2 كيلو برضو بال20. جبتها وقطعتها برضو بنفس الطريقة كده الواحدة على نصين، وبعد كده حطيتها في اكياس وهحطها في الفريزر. هتقوليلي حط عليها ليمون معلقة سكر الكلام ده كله؟ ابدا، على طول والله العظيم من ساعة ما اتجوزت فعلا وبعملها بنفس الطريقة دي، عمرها ما اسودت مني. بحط على قد الكمية واطلع الكيس، يا دوبك اسيبه يفك في شوية مية في الخلاط وبعد كده اضربها على طول. لا بتسود ولا بيجرالها اي حاجة في الفريزر. ان اللي بسمعه ده جربي الافكار اللي بقولك عليها وانا مجرباها، واكيد مش هقولك على حاجه تضرك. نيجي بقى لفكره الفيديو. حط الملح على المناديل، فكره كانت تايهه عننا فين. هتجيبي كده المناديل السحب او مناديل مطبخ ايا كان عندك الخير كله، هتجيبيه كده منديلين، وبعد كده هبتدي ان انا اجيب كيس الملح واحط شويه على المنديلين اللي انا طبقتهم على بعض دول، شويه حلوين كده شويه محترمين اهو زي ما انت شايفه كده بالشكل ده. هتوزعيهم كده على المناديل. طب انا حطيت الملح على المنديل هستخدمه في ايه؟ حطيه في درج الخضار عندك، هيسحب لك كل الرطوبة اللي موجودة في الخضار، مش هيبوظ خالص، هيقعد عندك بالشهر. جربيها، انا مجربة الفكرة دي حلوة جدا. بشوية ملح على المناديل هتسحب لك كل الرطوبة زي ما قلتلك اللي موجودة في الخضار. ليمون، خيار، طماطم، اي حاجة عندك ايا كان محطوطة في درج التلاجة من الخضار، حطيها على جنب كده هتسحب لك كل المية وكل الرطوبة اللي موجودة على الخضار، وعمره ما هيدبل منك تاني وهيقعد عندك بالشهر. لسه مستمرة معايا في الفيديو، حطيلي اللايك لو حتى استفدت من فكرة واحدة. الفيديو مليان افكار في حفظ الخضار، ويلا بينا على الليمون. لو عايزة تحفظي الليمون
في الشهر برضو اعملي الفكرة دي، هاتي الليمون وحطيه في علبة وحطي عليه رشة من الرز، رشة بسيطة مش هتيجي معلقة كمان، معلقة من الرز كده، حاجة بسيطة، ورشي على الليمون وحطيه في التلاجة. هيفضل عندك برضو فترة اطول، الرز هيسحب لك كل المية اللي بتتكون على الليمون، وعمره ما هيبوظ منك تاني ولا يضرب في التلاجة نهائي. الفكرة اللي بعد كده دي حلوة جدا، علشان لو عندك ريحة في التلاجة مش حباها، او اي حاجة في التلاجة عفنت منك وعاملة ريحة مش لطيفة، فطبعا بعد ما تغسلي التلاجة هتعملي الفكرة دي، هتجيبي غطا او طبق صغير وتحطي فيه منديلين بالشكل ده. بعد كده هتجيبي ورق لورا شوية كده برضو هتحطيهم عليها، وهتجيبي خل، هتملي كده الغطا ده خل زي ما هتشوفي دلوقتي. تمام، هتحطي كده شوية من الخل بمقام ربع كوباية على المنديل والورق اللورا ده او ورق الغار، وهتسيبيه في التلاجة، هيسحب كل الروايح اللي مش لطيفة خالص في التلاجة او الفريزر. كل ما هتلاقي كده الخل نشف على المنديل والورق اللورا غيريها واستخدميها تاني، حطيها في رف التلاجة عندك، هيشفط لك كل الروايح الكريهة. فكرة حلوة، جربيها انت مش هتستغني عنها تاني. نيجي بقى للفلفل، طريقة حفظه. هتقولي لي احفظه في التلاجة، هقولك لا، اوعي تحطي الفلفل في التلاجة، مهما تحطي منديل معلقة الكلام ده كله ما يمشيش مع الفلفل. الفلفل بيبوظ بسرعة جدا وملوش وقت صلاحية. لغاية ما توصلت للفكرة دي هتحطيه فين؟ هقولك حالا، اول ما تجيبي الكيس هتحطيه في الفريزر على طول. ايوه، حطيه في الفريزر زي ما هو كده. ده قرن فلفل انا جايبهولك من الفريزر، كان عندي في الفريزر قديم، هوريهولك دلوقتي. بصي انا لسه مطلعاه من الفريزر حالا وكان عليه التلج. بصي ده من ده هو يعني مفيش فرق خالص. انا هقسمهولك بالسكينه علشان اوريلك كمان من جوه. طبعا هو جامد شويه لان انا لسه مطلعاه من الفريزر. اول ما تطلعيه من الفريزر تستخدميه على اللحمه، تشوحي اللحمه، عايزه تضربيه في الخلاط، ايا كان هتغسليه وتبداي ان انت تستخدميه عادي جدا. ممكن تحشيه وتحطيه على المحشي زي ما انت بتستخدميه، ايا كان استخدامك اعملي الطريقه دي. بجد طريقه حفظه روعه، بعمله كده بقالي سنين ما جرالوش اي حاجه. الناس اللي بتقولك بيعمل ميه مش عارفه بيبوظ، ابدا والله. عمري ما رميت قرن فلفل لما حطيته في الفريزر، حتى لو قعد عندك سنة في الفريزر ما بيجرالوش اي حاجة، زي ما تكون لسه شارياه هتلاقيه. بصي ما تفرقيش القرنين عن بعض، مع ان ده لسه انا مطلعاه من الفريزر، والتاني مطلعاه من التلاجة لسه شارياه امبارح. حبيت اصورلك الفيديو ده، بصي اهو ده متلج اهو، والتاني طبعا لسه حطيتوش في الفريزر عشان اصور لك الفيديو ده. اهو التلج جوه كمان في قرن الفلفل. جربوا الفكرة دي، حطيه في الفريزر عمره ما هيجراله اي حاجة. اول ما هتشتريه من عند بتاع الخضار هتجيبيه وبعد كده تقفليه بالشكل ده وتحطيه في الفريزر زي ما بقولك مش هيجراله اي حاجة. جربي الفكرة دي في الفلفل وبجد هتعجبك جدا وهتدعيلي عليها. الفكرة اللي بعد كده بقى، وانتي بتسلقي الكرنب حطي ربع معلقة صغيرة من الكمون الحصى او الناعم ايا كان عندك، ودوبيها كده في المية قبل ما تسلقي ورق الكرنب. بجد هتساعدك جدا علشان لما تاكلي الكرنب ما يعملكيش انتفاخات في القولون ويوجعلك بطنك. بجد فايدته روعة جدا. لو عجبتكم الافكار ما تنسوش اللايك، والسلام عليكم.